انسي القلي والتحمير والزيت الكتير، وهاتي معلقتين زيت بس. وتعالي نعمل مع بعض النهاردة المسقعة الخطيرة، الأكلة المصرية الجميلة. هنعملها بطريقة صحية ومغذية، بدون أي قلي ولا تحمير ولا زيت كتير، وبدون فرن وبدون شواية كمان، بمعلقتين زيت بس. وهنعملها بطريقة حلوة جدا. بس طبعا لو أول مرة تشوفونا، يشرفنا ويسعدنا انضمامكم لنا للقناة. ولو عجبتكم فكرة الفيديو، حط لايك عشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر من العدد من الناس والكل يستفاد. وألف شكر لكل حبايبي اللي دايما بيفرحوني وبيشجعوني. بشكركم جدا على كومنتاتكم الجميلة ودعواتكم الحلوة. ربنا دايما يا رب يفرحكم بكل حبايبكم زي ما بتفرحوني وتشجعوني باستمرار. تعالوا بقى يلا نشوف طريقتنا على طول كده، طريقة سهلة وجميلة خالص. أنا معايا هنا حبتين متنجان أقل من نص كيلو، ومعايا حبايتين بطاطس، وحوالي 4 أو 5 طماطمات. هناخد كده المتنجان بتاعنا، هنقشره وهننضفه من القشر كويس، وبعد كده هنقطعه حلقات تخينة، وهنقطعه بالطريقة ديت كده مكعبات، بنفس الطريقة دي كده اهوت. حلقات الأول تكون تخينة، وبعد كده مكعبات. التقطيع يكون براحتك خالص. انا بقطع البتنجان واحطه على طول في ميه بملح، يعني قبل ما ابدا كده في تقطيع المتنجان بيكون جنبي طبق فيه ميه وملح، وبعد كده بسيبه بقى في الميه ام ملح ديت عقبال ما اقطع بقيه الخضار، عشان لو المتنجان في اي مراره بتنزل في الميه ام ملح ديت. وبعد كده باخدها من الميه ام ملح دي، بصفيها في مصفى. خلصت كده المتنجان وهسيبه في الميه ام ملح. هدخل بقى على البطاطس. انا هاخد حبايتين البطاطس، هقشر القشره بتاعهم. الكميه البطاطس او كميه المتنجان اللي انت عايزاه، الكميه اللي انت عايزاها اعمليها. انا هنا عملت الحبايتين المتنجان مع حبايتين البطاطس، عملوا معايا طاسه كبيره وحلوه جدا، وكفت حوالي بتاع 4 أو 5 افراد. هتشوفيها معايا دلوقتي. هاخد بقى البطاطس بتاعتي، هقطعها كده اهوت بالطريقه ديت حلقات كده بس بالطول، وتكون تخينه شويه. بعد كده اروح مقطعاها صوابع كده اهوت، واقطعها مكعبات. برضو التقطيعه اللي انت عايزاها قطعيها، بس انا بحب المكعبات بتاعه البطاطس او المتنجان بتكون تخينه شويه، عشان لما اجي اشوحها بيبقى فيها لحم كده من جوه، ويبقى طعمها جميل، ما تتهريش معايا في المسقعه. بنفس الطريقه ديت انا هقطع كميه البطاطس كلها اهي بالطريقه ديت صوابع. وبعد كده طريقه سهله وسريعه، بعد كده بقطعها مكعبات. انا هنا كده خلصت كميه البطاطس اللي عندي، هحطها برضو في ميه وملح علشان ما تسودش، عقبال ما ما اجهز بقيه الوصفه بتاعتي. انا هنا بقى خدت القطاعه بتاعتي غسلتها عشان لسه هكمل عليها. الطماطم بقى بتاعتي انا مش هعصرها في الوصفه ديت، انا بحبها قطع كده مكعبات كده هوت، صغيره او كبيره زي ما انت عايزه، هي مش هتفرق معانا. انا هاخد الطماطم كده هوت، هقطعها بالطريقه ديت بقشرها من غير ما اقشرها ولا اي حاجه. انا بشيل بس الحته اللي من فوق ديت، وبعد كده بقطعها مكعبات صغيره او كبيره، برضو مش هتفرق زي ما قلت لك. هنا بقى انا خلصت الخضار بتاعي، التقطيع كله بقى جاهز. تعالي بقى معانا على البوتاجاز، هنجيب صينيه او هنجيب طاسه كبيره، علشان عايزين الخضار بتاعنا يبقى مفروض كده فيها. حطيت معلقتين من الزيت، ايوه هما معلقتين بس من الزيت، هما دول اللي انا هعمل بيهم الاكله كلها. هشوح بقى دلوقتي البطاطس كده هوت بالطريقه ديت في قلب الطاسه، وهفضل اقلب على البطاطس كده هوت دقيقه، واشيل ايدي، وكمان دقيقه كده هوت واشيل ايدي، لغايه اما تاخد معانا لون جميل. بالتدريج كده انت هتلاقيها بتبتدي تاخد معانا لون حلو كده، وبيبتدي يبقى لونها ذهبي بالطريقه ديت وبالشكل دوت، من غير ما حطيت زيت ولا اي حاجه. هي التشويحه بس باستمرار كده مع التقليب هتاخد معانا اللون الجميل دوت. في نفس الطاسه اللي هي كان مطرحها معلقتين الزيت، هنزل بيها بالمتنجان كده، والطاسه بتاعتنا سخنه خالص، مش هحط زيت تاني ولا اي حاجه. هم على اول معلقتين زيت انا حطيتهم، هفضل اقلب المتنجان كده بنفس طريقه البطاطس بالظبط، دقيقه كده هو هقلب عليها واشيل ايدي، وبعد كده دقيقه كمان وافضل اقلب عليها بالتدريج كده لغايه اما ياخد معانا اللون الجميل دوت. هو كده ادى لون ذهبي وحلو جدا. هبتدي دلوقتي بقى اطلعه من الطاسه، ومش محتاجه ان انا اصفيه ولا اي حاجه، لان هو اساسا مش شارب زيت، هو
متشوح وجميل مش شارب اي زيت خالص. بيطلع معانا كده هو بكل سهوله وناشف ومفيهوش اي حاجه. هنا بقى انا خلصت تشويح الخضار بتاعي. في نفس الطاسه بقى مكان البطاطس والمتنجان بنزل ببصلايه صغيره كده، اديها تشويحه بسيطه خالص، وافضل اقلب عليها كده اهوت هي تتشوح معانا وتاخد لون جميل. وهنزل بقى بمعلقه توم كبيره اشوحها برضو مع البصل. ولو انتي ما بتحبيش البصل ما تضيفوش، بس بصراحه البصل بيدي تسكيره حلوه كده للمسقعه وبيخليها مسكره كده وجميله. دلوقتي بقى انا هنزل بالطماطم بتاعتي اللي هي متقطعه مكعبات وهشوحها مع البصل والثوم. هفضل اشوح كده فيها ومحضره دلوقتي معايا قرن فلفل حامي وقرن فلفل الوان رومي. انت اي فلفل انت عايزه تحطيه حطيه، فلفل اخضر فلفل حامي لو انت بتحبيها سبايسي كده حطيه. هفضل بقى اشوح فيها كده هوت بالفلفل كده، وهضيف عليها ملح ورشة كمون ورشة كزبرة. بس كده. عايزة انت بقى تضيفي اي توابل تانية او بهارات ضيفيها براحتك. هي هتاخد يا دوب التشويحة كده هوت. وبعدين هنزل بالبطاطس والمتنجان. قلبي بقى كل الخضار دوت مع بعض، هو يا دوب تقلبتين كده وهنطفي عليها. وهتاخدي بقى احلى مسقعة خفيفة على المعدة وجميلة وحلوة، وكمان بقى تنفع للدايت. طبق كده هو صحي ومغذي من الاخر، لان فيها كمية خضار كلها فوائد وجميلة خالص. وبعدين ما استخدمناش زيت كتير، هما يا دوبت معلقتين زيت على الطاسة دي كلها. ربنا يبارك ما شاء الله. انا عايزة اقولك طعمها زي العسل، والله احلى من اللحمة والفراخ. اكلة جميلة جدا الله عليها بقى كده بقى مع رغيف العيش البلدي الجميل بتاعنا، في منتهى الجمال. اكلة كده مش محتاجة جنبها اي حاجة خالص غير هما شوية الجرجير بس كده، لانها متكاملة وفيها خضار في جميع الفوائد. هاتيها بقى واعملي سندوتشات كده وبجد طعمة حلوة جدا. ودي بقى كانت فكرة الفيديو النهاردة. لو عجبتك الفكرة حط لايك. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.